أرح نفسك من التدبير بعد التخطيط. هما مش حاجة واحدة، هما حاجتين، هما مش زي بعض. أرح نفسك من التدبير بعد التخطيط، فما قام به الله عنك لا تقم به أنت لنفسك، فقد سلم وأحسن، فاختياره لك خير من اختيارك لنفسك. هما دايرتين مش دايرة واحدة. منا التخطيط مش هو التدبير، ده حاجة وده حاجة. التخطيط احنا مأمورين بيه شرعا، ده النبي علمنا انك تموت نفسك تخطيط. امال التدبير ايه؟ التدبير عالم الغيب لا يديره الا الله. شوفوا الآية، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. انت مالك بالدايرة اللي مالكش دعوة بيها؟ انت ليه مدخل نفسك في اللي مالكش فيه؟ انت تعمل اللي انت ليك علاقه بيه، انك تخطط. لكن بقى الاوفر ثينكينج وهيحصل ايه ومعلومات مش في ايدك، ارهاق. انت ليه بترهق نفسك بالطريقه دي؟ مش خلصت اللي في ايدك؟ ليه مشغول؟ التدبير داخل في اسم الله القيوم القائم على شؤون عباده. شوفوا الآية، آية الكرسي هي كلها تدبير الله في الكون. عشان كده هي أعظم آية في القرآن. النبي بيقول كده، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بص وراكو، كل اللي وراكو ده بما فيه إحنا القائم عليه هو الله وحده. الكون ليس له قيام بغير الله. الكون يسقط بغير الله، وأنا وإنت نسقط بغير الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اطمئنوا، سلم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما فيش طلبات هتحصل في الكون إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. تعرف تسلم، تعرف تبقى عامل كده. التدبير غير التخطيط. بمعنى أنت بتشتغل بيزنس وعندك مثلا مشروع انك ريل استيت، بتبني عمارات. خططت؟ هنبني العماره في قد ايه؟ هنبني في 16 شهر وهنسوق مع الفريق الفلاني ماذا لو حصل زلزال؟ انت ليه دخلت نفسك في دايره؟ ماذا لو قامت الحرب العالميه الثالثه لا قدر الله؟ طب وبعدين؟ اقف بقى واهري في نفسك. فرق بين دايره التخطيط ودايرة التدبير. ما تعملش حاجة مش شغلتك، اعمل شغلتك واسكت، وقف عند كده. نضرب أمثلة. النبي في الهجرة، لا يا رسول الله، ايه التخطيط ده يا رسول الله؟ لا بصوا، يعني حاجة رائعة. أول حاجة، هي قريش عايزة تقتل النبي، عايزة تغتال النبي، وهو لازم يخرج. فينيم سيدنا علي بن أبي طالب في سريره. حد عارف نيمه ليه في سريره؟ عشان يكسب وقت، عشان يفضلوا مشغولين ان محمد في سريره يكون هو لحق يبتعد، بيكسب وقت. يا سلام على الخطة. نمرة 2، يطلع يروح بيت سيدنا أبو بكر الصديق، يلاقي العيلة قاعدة، فيقول له أبو بكر أخرج من عندك في البيت. عايز يقول له كلام سر. قال يا رسول الله إنهم أهلك. يا رسول الله دول مننا. إيه ده يا رسول الله، أنت واخد بالك من التفاصيل للدرجة دي؟ فيقول له أذن الله لي بالهجرة. قال رفقة يا رسول الله. قال أنت رفيقي. تقول السيدة عائشة ما رأيت أحدا يبكي من الفرح كما رأيت أبو بكر يومها، مع أنه بيعرض حياته للموت. فخرج من قوة في ظهر البيت، ما طلعش من الباب، طلع من ظهر البيت وهو ملثم. يا رسول الله أنت بتاخد بالتخطيط قوي 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 للدرجة دي؟ وبعدين مكة هنا، المدينة في الشمال. يقوم النبي راجع 3 أيام غار ثور في الجنوب، عشان هم هيقعدوا يدوروا في السكة. لا تخطيط. ايه التخطيط ده؟ ايش التخطيط ده؟ انا بصيت لك لقيت نفسي بنطق سعودي. ايش التخطيط ده؟ جميل يعني حاجه. يقوم راجع الجنوب، يطلع غار ثور. انا طلعت غار ثور، عارفين غار ثور انا طلعته في قد ايه وانا بصور على خطى الحبيب؟ عارف كم ساعه؟ 3 ساعات؟ 6 ساعات. طلعنا 6 الصبح، وصلنا 12 الظهر. يا الله. طول ما احنا طالعين بنعدي، هو مش الغار الوحيد، غار ثور في غارات في النص. فكل شويه اقول طب مش كان النبي صلى الله عليه وسلم تعبت؟ يعني بعد ساعه او ساعتين مش قادر. طب مش كان النبي يبقى في واحد من اخر غار في اخر حته. بصوا شايفين التخطيط لغايه ايه؟ لا انا بعمل لغايه اخري عشان ما حدش يفتكر ان التسليم عمل سلبي بعد ما عملت اللي اخري. وبعدين مين اللي بيجيب لهم الاكل؟ السيده اسماء بنت ابي بكر. اشمعنى السيده اسماء بنت ابي بكر؟ اصلها حامل في الشهر السابع، ما حدش هيشك فيها.
يا الله. مين يصدق ان واحده حامل في الشهر السابع هتطلع 6 ساعات وتنزل 6 ساعات؟ طب ما هو اثار اقدام السيده اسماء وهم بيفهموا في اثار الاقدام، يبقى يجي خادم سيدنا ابو بكر عبد الله بن أريقط ويرعى الغنم تحت الجبل علشان لا 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 لا، ايه التخطيط ده؟ وفي الاخر وصلوا ليهم، ووصلت قريش لغايه الغار. كأن ربنا بيقول لك ايه، انت خلصت الدايره بتاعتك وهخلي كل الخطط تقف. انت مسلم ولا مش مسلم؟ شوفوا هو ما ليه وصلوا؟ طب ما كانت الخطه تنجح لغايه الاخر، هتنجح بس بتسليمك للقيوم القائم على شؤونك. وصلوا لغايه عندهم. يا جماعه انا صورت في الغار، لو حد شايفين الترابيزه دي، تخيل ان الترابيزه دي عاليه شويه وفي حد تحتها. لو انا بصيت كده اشوفه، ما حدش عمل كده اهو. وابو بكر بيقول للنبي يا رسول الله لو نظر احدهم اسفل قدميه لرآنا، ما حدش عملها. هيوصلوا لغايه عندكم بس مش هيشوفوكم. قال يا ابو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يا خلصتي دايرتك، اقفي بقى، سلمي بقى، اطمئن بقى، سلم لمالك الملك. ما انت لو عملت كل حاجة ازاي هتفهم ان الذي يدير الكون هو الله؟ ازاي هتفهم اسم الله القيوم؟ انت مش خلصت شغلتك؟ أرح نفسك من التدبير بعد التخطيط، فما قام به الله عنك لا تقم أنت به لنفسك، فقط أحسن وسلم. اختياره لك خير من اختيارك لنفسك. بصوا غزوة بدر، غزوة بدر فيها حاجة رهيبة جدا جدا جدا. قريش 1000 واحنا 300. طب وبعدين هنواجه العدد ده ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش، فيجي له سيدنا حباب بن المنذر، قال يا رسول الله ان هذا ليس بمنزل، انت نازل في حتة غلط. قال يا رسول الله هو انا من حق اتكلم ولا هو الوحي؟ هي الحرب والمكيدة ام هو امر امرك به؟ قال لا بل الحرب، ما فيش وحي. قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، الحتة اللي انت فيها دي مش صحيحة. قال فما ترى يا حباب؟ قال يا رسول الله ننزل خلف الآبار فنشرب ولا يشربون. هم جايين من سفر بعيد محتاجين مية، احنا نبقى احنا اللي ماسكين المية، فاحنا نشرب وهم ما يشربوش، فيبقى معانا سلاح المية. قال أشرت بالرأي. فبقى المسلمين حاطين الآبار وراهم عشان يضمنوا ان الآبار بتاعتنا. حلوة الخطة؟ يقوم ربنا ينزل المطر. يعني مش كده؟ وينزل من السماء ماء في غزوة بدر. طب ما هي باظت الخطة وممكن انت تفقد تسليمك في اللحظة دي. طب وليه نزل المطر؟ لا، ما هو الآية بتقول لك إن أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. الأرض عند قريش رملية والأرض عند المسلمين متماسكة، فلما ينزل المطر عند قريش الأرض تبقى وحل، فالحركة فيها تبقى صعبة جدا. ولما ينزل المطر عند المسلمين الأرض تبقى متماسكة أكتر، فتبقى الحركة خفيفة جدا جدا. أنت مالك أنت ومال التدبير؟ ما تسيب ملك الملك يخطط. فتوصل قريش الأرض المعركة مرهقة إرهاق بدني رهيب، ويوصل المسلمين خفافة 300 يكسبوا 1000. وهو نفس سلاح المطر اللي انت كنت عايز تكسب بيه، بس هتكسب بيه بطريقة تانية. فاختياره لك خير من اختيارك لنفسك، لان هم كانوا جايين معاهم مية كتير. انت خططت على قد قدرتك.